قطعة العجين اللي انا فردتها كده اهوت بالزبدة والزيت اللي انا حطاهم على بعض بين كل رقة كده اهو زي ما انتوا شايفين، وهطبقها زي الظرف، وعادي جدا انها تتقطع منك، مفيش اي مشكلة، ما بيحصلهاش اي حاجة. هقطع بقى، هفرد بقى كل قطعة كده، واحط الظرف الاولاني اللي انا عملته في قلبيها واطبق عليه برضو زي الظرف. بصي لازم تفردي كده لغاية اما الرخامة تبان من تحت العجين. بصوا ما شاء الله العجينة مرتاحة جدا جدا وجميلة قوي. وخلي بالكم الفقاعات ديت